وانا شاب لسه صغير ورور كده، كنت محتاج حد يقول لي ابوك شخص عادي، عادي جدا. ابوك لا سبايدر مان ولا حتى الرجل العناب. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ كنت فاكر ابويا ان هو فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه، او انا صغير هو كان شباك الدنيا ليا. فبقيت كل ما اكبر شويه اتناقش معاه، اكتشف ان هو عادي، يعني عنده افكار مغلوطه، معتقدات غلط، حاجات كان فاهمها صح وهي اصلا غلط ومقتنع بيها ان هي صح. بالمناسبه في يوم من الايام انا هو اتضربنا، يعني حتى فكره ان هو يبقى راندي اورتن جنوب الجيزه بالنسبه لي انتهت. عارف انت فكره لما تبقى واخد شخص كده قدوه، وليكن مثلا رضا الفاروق، وفي الاخر بالنسبه لك يطلع رضا البحراوي. الحوار ده خد معاه فتره، يعني خد معاه سنين، فاهم؟ ثقتي في ان انا اخد رايك او ان انت تقول لي معلومه فتطلع صح من وجهه نظرك 100% ما بقتش موجوده. ففاهم الخلل اللي حصل، وحرفيا كان صراع مش طبيعي جوه دماغي. جيت من حوالي 10 سنين كده، الكلام ده كان في 2016، وتعبت نفسيا، يعني جالي حاله اكتئاب وبتاع. فالناس اللي انا كنت شايفهم قدوه بالنسبه لي يعني محدش فيهم جه قاعد حتى يتكلم معايا او شافني مالك. ابويا بدوره عشان هو ابويا فقرر ان هو يقعد يتكلم معايا، يعني يقول لي مالك وفي ايه واحكي لي، ويقعد يتكلم معايا سيبك من اللي هو قاله لي وسيبك من اللي هو اتكلم معايا فيه. فكميه النظرات بتاعه الحب والخوف والقلق اللي انا خدتها منه، وكان قد ايه هيموت ويطلعني من الحاله النفسيه اللي انا فيها دي للحاله احسن، بغض النظر عن كلامه كان بالنسبه لي مقنع او مش مقنع، دي كانت بالنسبه لي كفايه. الطريقه اللي هو كان بيكلمني بيها والحب اللي هو كان بيكلمني بيه، بالرغم من ان هو كلامه بالنسبه لي ما كانش مقنع، هو ده اللي خلاني اعيد تفكير فيه. ايه الباك جراوندز اللي ابويا عدى بيها؟ ايه طريقه التربيه؟ ايه طريقه التعليم اللي وصلته لحد ما يكون واقف قدامي؟ اللي انا اكتشفته ان ابويا مش اعظم واحد في الدنيا، بس هو بالنسبه لي اعظم واحد في الدنيا. حتى شايف وشي نور ازاي لما قلت اعظم واحد في الدنيا. فاهم حاجه؟ هو لو مش قدوه فهو ساهم بشكل كبير جدا في كون ان انا ابقى قدوه. هو ما معهوش مليون جنيه، هو معاه 10 جنيه بس اداني ال 10 جنيه كلها. هو اداني 100% من اللي بيملكه، كتفكير، كفلوس، كصحه. هو ما بخلش. في الوقت ده عرفت احبه بجد، عرفت اقدره بجد، عرفت اشخصه كده واحطه في حياتي صح. يعني ده بابا، بغض النظر بقى عن اي شيء في الدنيا، ده بابا. فانا بقول لك الكلام ده عشان ما تقعش في الفخ اللي انا وقعت فيه ده. وافتكر دايما ان عقل ابوك وتفكيره مهما كان اقل منك، فهو ساهم في تكوين عقلك وتفكيرك بشكل كبير.